السلام عليكم. النهارده حابين نوضح لكل عملائنا اللي وثقوا في شركتنا واللي اتشرفنا بان احنا نقدم لهم استشارات عقاريه ونرشح لهم كتير من الفرص الاستثماريه المميزه في السوق العقاري على مدار سنين كتير فاتت، واللي قدروا من خلالها بفضل ربنا وتوفيقه ثم ثقتهم الغاليه بشركتنا ان هم يحققوا عوائد استثماريه كبيره جدا. وحابين برضو نوضح لكل مالك عقار حابب ان هو يعرضه للبيع او الايجار ان هو ياخد باله من بعض الاجراءات القانونيه المهمه اللي هتمكنه ان هو يبيع او يأجر عقاره بمنتهى السهوله في اسرع وقت ممكن، وده هيكون من خلال الاداره القانونيه الخاصه بشركتنا، شركه الكيان للتسويق العقاري، واللي بيمثلها المستشار محمد عبد العزيز لخبرته الكبيره جدا في جميع الاجراءات القانونيه اللي بتخص العقار. ازيك يا سياده المستشار، اخبارك ايه؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله. كنا حابين نستفيد من خبره حضرتك وحضرتك توضح لعملائنا لما يجي عميل مالك عقار حابب ان هو يبيع العقار بتاعه، انت تنصحه ان هو يعني ايه المستندات اللي يكون حضرها وايه الاجراءات اللي ياخد باله منها؟ اولا سؤال حضرتك يا استاذ احمد سؤال مهم جدا، لانه من النادر ان حد يسالني البايع يعمل ايه علشان يبيع العقار بتاعه، لان الاغلب بيبقى مهتم المشتري ازاي يشتري العقار بتاعه. البايع علشان يبيع العقار بتاعه لازم الاول نحدد هل هو هيبيع العقار بالكامل ولا هيبيع جزء من العقار، سواء اذا كان الجزء ده شقة سكنية او محل تجاري او مقر اداري. طيب لو هو هيبيع العقار ككل وهو المالك الاصلي للعقار، يبقى لازم يحضر لنا مستندين مهمين جدا. اول مستند هو اوراق ملكيته لقطعة الارض. طب تاني مستند ايه هو؟ تاني مستند لازم يحضر لنا رخصة المباني اللي مبنية على قطعة الارض. دول المستندين المهمين لمالك العقار لو هيبيعه ككل. طب لو هو هيبيع جزء من العقار زي ما قلنا، لو هي مثلا شقة سكنية او محل تجاري او مقر اداري، لازما هيوفر لنا المستندين دول، وكمان هيوفر لنا المستند اللي اشترى بيه من المالك الاصلي للشقة ديت او المحل او المقر الاداري. والاتنين سواء مالك العقار ككل او الشخص اللي هيبيع جزء من العقار دوت برضو هيوفروا لنا الايصالات المرافق الخاصة بالعقار او بالشقة. طيب لو هو العقار يبقى لازم المالك الاصلي يديني ما يفيد انه هو مدخل مرافق للعقار دوت، سواء كهرباء او مية او غاز. طيب لو هو الشخص ده بيبيع شقة، يبقى لازم يوفر لي ايصالات سداد لتلك المرافق، سواء اذا كانت ميه او كهرباء او غاز. يبقى احنا هنا لازم نفرق بين العقار ككل وما بين شقه في العقار. لو العقار ككل احنا قلنا اهم مستندين عقد الملكيه ورخصه المباني. طيب لو شقه يبقى لازم هنزود كمان عقد شراء الشقه ديت من المالك الاصلي، وكمان هيوفر لنا ايصالات المرافق اللي موجوده في الشقه. ايه الحاجه التانية اللي انا اعملها؟ طيب انا لازم هنا احدد انا هبيع ايه، هبيع كاش ولا قسط. لو انا هبيع كاش يبقى عقد البيع بتاعي عقد متعارف عليه مفيش فيه اي مشاكل، ولكن لازم نعرف حاجه مهمه، ان في حاجه اسمها ضريبه تصرفات عقاريه. ضريبة التصرفات العقارية دي بتبقى على عاتق البائع، بتبقى 2.5% بتروح للضرائب. لازم البائع يخلي باله ان ال 2.5% دول على عاتقه هو، حتى لو كان في بند في العقد بيقول ان ال 2.5% بيبقوا على عاتق المشتري، الضرائب ملهاش دعوة. الضرائب هتطالب البائع وبعد كده تقول له لو انت كاتب البند ده ارجع على المشتري، فالضرائب كده كده هترجع على البائع. ده بالنسبة لو انت هتبيع كاش. طب لو انا هبيع قسط، اضمن منين ان المشتري يتمم الاقساط ديت وما يماطلنيش؟ يبقى انا لازم اعمل بند، اول حاجة اسمه بند اقساط، ونشوف على الاتفاق اللي بيني وبين المشتري الاقساط دي هتبقى على فترات قد ايه،
ده نمرة واحد. نمرة اتنين، لازم أعمل بند اسمه بند عدم بيع نهائي، إن أنا بوقف البيع دوت لحد إتمام الأقساط كاملة، وفي حالة عدم إتمام الأقساط الكاملة يحق لي إن أنا أفسخ عقد البيع ده ونرجع الشيء لأصله. كمان لازم نعمل في بند من البنود ببند التعويض، بمعنى إيه؟ إن المشتري لو أخل وما كملش الأقساط بتاعته لازم آخد منه تعويض مالي، ده يبقى مكتوب في العقد. ده بالنسبة لو هو هيبيع اقساط. وفي بعض الشركات او بعض الناس اللي بتبيع العقار برضو بيطلبوا ان هم يعملوا شيكات بنكية، فلو انت هتعمل شيكات بنكية لازم برضو تعمل البنود دي. لو مش هتعمل شيكات بنكية، البنود دي مهمة جدا جدا، لان دي الحاجة الوحيدة ليك كبايع تضمن لك ان المشتري يتمم العقد البيع بكل بنوده، والا انت تلجأ للقضاء وتفسخ العقد دوت، وكمان تاخد تعويض عن التأخير اللي هو عمله لك. طيب ممتاز جدا يا أستاذ محمد. حضرتك تنصح المالك بإيه لو هو عنده عقار وحابب إن هو يعرضه للإيجار؟ طيب، مالك الوحدة لو عنده وحدة سواء إداري أو تجاري أو سكني وحابب إن هو يأجرها، يعمل إيه؟ أول حاجة لازم نخلي بالنا منها إن لو هو هيأجر إداري أو تجاري يكون مكتوب في رخصة العقار إن المكان ده مخصص إداري أو تجاري، لأنه لو سكني وأجره إداري أو تجاري هو كده بيعرض نفسه للمساءلة القانونية. طيب لو سكني هيعمل إيه؟ أهم حاجة في عقد الإيجار لازم يكون محدد المدة. يعني إيه محدد المدة؟ يعني تكتب فيه المدة اللي انت اتفقت فيها مع المستأجر في الإيجار. طيب ايه تاني؟ انا ازاي اتفادى ان يجي لي مستأجر يدفع شهر او 2 وبعد كده ما يدفعش، وانا بقى اضطر ان انا ألجأ للقضاء والناس بتشتكي وتقول ان المحاكم بتاخد وقت كبير، او يكون بيدفع بس يجي في نهاية المدة ويقول لك لا انا مش طالع، فتضطر ان انت ترفع عليه دعوة قضائية. في حاجة مهمة جدا القانون المصري أنشأها، وهي حاجة اسمها عقد مسيل بالصيغة التنفيذية. يعني إيه عقد مسيل بالصيغة التنفيذية؟ يعني حضرتك بتعمل العقد دوت وبتلجأ للشهر العقاري وتقول له أنا عايز أعمل صيغة تنفيذية على العقد دوت. طيب فايدته إيه؟ فايدة العقد المزيل بالصيغة التنفيذية إن أنت مش بتلجأ للقضاء وإن أنت ترفع قضية عشان تطرده، لا، حضرتك بتتوجه للمكان المحكمة اللي واقع فيها دايرة العقار دوت وتروح لحد اسمه محضر التنفيذ، بتقول له أنا عامل عقد مزيل بصيغة تنفيذية وإن المستأجر ده مدة الإيجار بتاعته انتهت أو هو ما بيدفعش الإيجار ومش راضي يطلع. محضر التنفيذ ده بيحدد لك ميعاد في خلال 15 يوم وبيتوجه معاك للمقر السكن دوت وبيطلع المستأجر بصيغة إجبارية. يعني ما ينفعش إن المستأجر يماطل. طيب هتقول لي هنا سؤال مهم، ما أنا ممكن أروح ما لقاهوش. حتى لو راح وما لقاهوش بيكسر المكان ويديهولك ويقول لك لو في المكان ده في مثلا منقولات بيكتبها زي قايمة منقولات كده هو، وبيقول لك ان انت حريص عليها لحد ما يجي الشخص ده ياخد المنقولات بتاعته. ومش لازم المنقولات دي تفضل في المكان، انت ممكن تلمها وتحطها مثلا في مخزن ومش الى ابد الابدين، ده بيبقى فترة معينة ولو ما جاش ياخدها انت كده ملكش عليك اي مساءلة قانونية. ده بالنسبة لعقد الإيجار اللي هو المزيل بالصيغة التنفيذية. والعقد الإيجار المزيل بالصيغة التنفيذية ده ممكن على السكني أو التجاري أو الإداري، في تلك الأحوال ممكن تعمل عقد مزيل بالصيغة التنفيذية. طيب هو العقد ده مشكلته ايه؟ هو مش مشكلة، هو ليه بعض الإجراءات، منها اللي انت بتتوجه للشهر العقاري. الشهر العقاري بياخد نسبة من المبلغ اللي بيدفع في خلال المدة الإيجارية. يعني المدة الإيجارية 3 سنين، الشهر العقاري بيحسب لك ال3 سنين دول بكام في الشهر وياخد نسبة.
وبتاخد العقد ده وبتتوجه إلى نقابة المحامين علشان تعمل عليه تصديق، وبكده يبقى عقد مزيف بالصيغة التنفيذية.